اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه سبورتس كومبيتيشن. هنتكلم معكم النهارده عن بطوله كاس العالم 1938 والتي جاءت بعنوان اوروبا تهيمن وايطاليا تتوج مجددا. البلد المستضيف فرنسا. المنتخبات المشاركه 15 منتخب. وزي ما احنا عارفين وزي ما شرحت لكم في الفيديو اللي فات، في بطوله كاس العالم 1934 نظام التصفيات كان ازاي. اوروبا كان ليها نصيب الاسد ب 12 مقعد، وثلاث مقاعد لأمريكا الشمالية والجنوبية، ومقعد وحيد لفرق أوروبا، عفوا لفرق آسيا وأفريقيا. ولكن في هذه البطولة شاركت آه، البرازيل وكوبا فقط من الأمريكتين، نظرا لغضب أغلب دول أمريكا الجنوبية والشمالية من تنظيم دولة أوروبية لبطولة لثاني بطولة على التوالي، وهي فرنسا، وكانت 1934 في إيطاليا. وكان في اتفاق إن البطولة هتتنظم بالتناوب ما بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، وده اللي ما حصلش، فأدى إلى غضب عارم لدى دول أمريكا الجنوبية والشمالية والجنوبية بالخصوص. أبرز المنتخبات الغائبة أوروغواي والأرجنتين، طبعا زي ما قلنا لمقاطعتهم للبطولة بسبب غضبهم من تنظيم دولة أوروبية لهذه البطولة، وأسبانيا بسبب اندلاع الحرب الأهلية وأعمال الشغب في شوارع أسبانيا، فأدى إلى عدم قدرة المنتخب الأسباني على المشاركة. البطولة دي كانت بتتلعب بنظام خروج المغلوب مثل بطولة 1934. ما كانش فيها دور مجموعات. اتلعبت على 10 ملاعب. عدد المباريات 18 مباراة. عدد الأهداف 84 هدف، أعلى من النسختين السابقتين، بواقع 4.67% هدف في المباراة. حضور الجماهيري كان أكثر من بطولة 1934، ولكن كان أقل من بطولة أوروغواي 1930 بواقع 375 ألف مشجع في البطولة، يعني تقريبا 20,000,872 مشجع في المباراة. البطل هو إيطاليا. الهداف وأفضل لاعب في البطولة ليونيداس دا سيلفا البرازيلي برصيد 7 أهداف، وجمع ما بين الجائزتين في هذه البطولة، الهداف وأفضل لاعب في البطولة. في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1938 اختيرت فرنسا لاستضافة البطولة التي جرت أحداثها من 4 من يونيو سنة 1938 إلى 19 منه، يعني في خلال 15 يوم فقط لعبت البطولة. وسبب هذا القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم باستضافة النسخة الثالثة من البطولة هو حالة الغضب الشعبي الذي انتشر في القارة اللاتينية، زي ما قلت لحضراتكم من شوية، حيث اعتقد بأن الاستضافة تقوم على التناوب بين القارتين. ونتيجة لهذا القرار لم تشارك الأوروغواي والأرجنتين في منافسات البطولة. في الوقت نفسه لم يشارك منتخب أسبانيا في النهائيات بسبب استمرار اشتعال نيران الحرب الأهلية فيها. وكانت هذه البطولة هي المرة الأولى التي يتأهل بها المستضيف وحامل اللقب بشكل تلقائي، فمنذ عام 1938 كان حامل اللقب يتأهل بصورة مباشرة إلى النهائيات التالية، إلى أن ألغي هذا النظام مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006. يعني لحد بطولة 2006 كان بيتأهل البطل والمستضيف تلقائي من غير ما يلعبوا تصفيات. من بعد 2006 طبعا المستضيف بيلعب لحد الآن من غير بيصعد، قصدي من غير ما يلعب تصفيات، ولكن حامل اللقب بيلعب تصفيات، وإذا ما توفقش أو لم يحالفه التوفيق ما بيلعبش في البطولة. دي خريطة بتبين الدول المشاركة في كأس العالم 1938. موجود الهند الشرقية الهولندية، دي عبارة عن جزر مشاركة في البطولة، ودي كانت أول ممثل لقارة آسيا في كأس العالم. وملاحظ من الأمريكتين مفيش حد مشارك غير البرازيل وكوبا فقط، هم من شاركوا من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ودي خريطة بتبين العشر مدن الفرنسية المستضيفين للبطولة. يعني حتى لو هنبص في الخريطة هنلاحظ انهم 5 في الشمال و5 في الجنوب.
نبدأ بالخمسة اللي في الشمال: مدينة ليل، وريمس، وستراسبورغ، والعاصمة باريس، ولو هافر. وفي الجنوب ليون، بوردو، تولوز، مارسيليا، أنتيب. طيب تعالوا نستعرض مع بعض الملاعب البطولة. في مدينة انتيب ملعب دو فورتيكاري الذي يتسع إلى 7000 متفرج. في مدينة بوردو ملعب شابان دالماس الذي يتسع إلى 34694 مشجع. في لو هافر ملعب جول دي شازو الذي يتسع إلى 22000 متفرج. في مدينة ليل ملعب هنري جوري الذي يتسع إلى 15000 متفرج. في مدينة باريس ملعب دي بارك دي برانس، طبعا حديقة الأمراء الغنية عن التعريف، الذي يتسع إلى 48712 مشجع. وفي مدينة باريس أيضا ملعب أولمبيك دي كولومبوس الذي يتسع إلى 60000 متفرج. في مدينة ريمس ملعب أوغاست دي لاوين الذي يتسع إلى 21684 مشجع. وفي مدينة ستراسبورغ ملعب دولامينو الذي يتسع إلى 30000 متفرج. في مدينة ليون ملعب جيرالون الذي يتسع إلى 40500 متفرج، والذي كان من المقرر أن تقام عليه مباراة السويد والنمسا، والذي ألغيت بسبب انسحاب النمسا من البطولة. وفي مدينة مارسيليا استاد فيلودروم الذي يتسع إلى 48000 متفرج. وفي مدينة تولوز ملعب تولوز البلدي الذي يتسع إلى 35472 مشجع. دي صورة هداف البطولة وأفضل لاعب في البطولة، البرازيلي ليونيداس دا سيلفا الذي سجل 7 أهداف واستطاع أن يجمع بين الجائزتين الهداف وأفضل لاعب في البطولة. ودي صورة للحكم الفرنسي مع لاعب منتخب إيطاليا ولاعب منتخب المجر في نهائي كأس العالم 1938. الحكم الفرنسي اللي أدار المباراة هو الحكم جورج كابديفيل. طب تعالوا نستعرض مع بعض حضراتكم مباراة هذه البطولة والتي أقيمت جميعها في يوم 5 يونيو ما عدا مباراة ألمانيا وسويسرا، أقيمت يوم 4 وتعادت يوم 9. وهنا حضراتكم الإعادة بتعني إن المباراة والوقت الإضافي خلصوا بتعادل الفريقين، وقتها ما كانش فيه ضربات جزاء، فكان الوقت الإضافي 90 دقيقة بيخلص تعادل الفريقين بيلعبوا 30 دقيقة، لو تعادلوا أيضا بتتعادل المباراة في وقت لاحق. عشان حضراتكم هتلاقي كلمة الإعادة دي كتير تبقوا فاهمين بس إيه معناها. في مدينة باريس فرنسا كسبت بلجيكا 3-1. في مدينة مارسيليا إيطاليا كسبت النرويج 2-1 في الوقت الإضافي. في مدينة ستراسبورغ البرازيل كسبت بولندا بالوقت الإضافي أيضا 6-5. وفي مدينة لوهافر تشيكوسلوفاكيا كسبت هولندا أيضا في الوقت الإضافي 3-0. وفي مدينة باريس ألمانيا وسويسرا خلصت المباراة الأولى 1-1 وتعادت كسبت سويسرا 4-2. في مدينة رانس المجر كسبت الهند الشرقية الهولندية 6-0. وفي مدينة ليون كانت في مباراة بين السويد والنمسا وانتهت بفوز السويد بسبب انسحاب النمسا، ما تلعبتش المباراة دي عشان النمسا انسحبت. وفي مدينة تولوز كوبا ورومانيا المباراة كانت يوم 5 وتعادت يوم 9 أيضا لتعادل الفريقين. انتهت المباراة الأولى 3-3 وكسبت كوبا 2-1 في المباراة الثانية. دي كانت مباراة الدور الأول. تعالوا نستعرض مع بعض مباريات ربع ونصف النهائي ومباراة النهائي ومباراة الثالث والرابع. في يوم 12 يونيو في باريس فرنسا اتغلبت من إيطاليا 3-1. وفي يوم 12 يونيو في مدينة بوردو البرازيل كسبت تشيكوسلوفاكيا 2-1، والمباراة أيضا اتعادت بعد أن انتهت المباراة الأولى 1-1. وفي مدينة ليل المجر كسبت سويسرا 2-0. وفي مدينة أنتيب السويد اكتسحت كوبا ب8-0. مباريات نصف النهائي إيطاليا كسبت البرازيل 2-1 في يوم 16 يونيو في مدينة مارسيليا. وفي مدينة باريس المجر كسبت السويد 5-1. بتلتقي في النهائي المجر وإيطاليا في النهائي.
يوم 19 يونيو في باريس، وكسبت إيطاليا 4-2 وحققت تاني بطولة كأس عالم في تاريخها. وفي مباراة المركز الثالث والرابع أيضا في يوم 19 يونيو في مدينة بوردو، البرازيل كسبت السويد 4-2. ودي صورة للمنتخب الإيطالي الفائز بتاني بطولة كأس عالم على التوالي في 1938. وده كان شكل الكرة اللي اتلعبت بيها هذه البطولة، وده كان شعار البطولة أو أيقونة البطولة، وده كان شكل الكاس البطولة في وقتها، واللي زي ما قلت لحضراتكم في الفيديوهين السابقين اللي اتغير سنة 1966 بعدما تمت سرقة النسخة الأصلية من كأس العالم في في إنجلترا، البطولة اللي كانت مستضيفاها إنجلترا. فمن وقتها تغير شكل البطولة وأصبح بالشكل الحالي لكأس العالم. ودي صور من المباراة النهائية التي جمعت بين إيطاليا والمجر، وكسبت إيطاليا 4-2. دي صورة للحكم الفرنسي جورج كابديفيل، وهو بيعمل القرعة ما بين كابتن منتخب إيطاليا وكابتن منتخب المجر في نهائي كأس العالم 1938.